معايا النهارده بيقولوا عليها سوبر وومن. مش عايز اقدمها ولا اقول اي حاجه، انا محتاج ان هي اللي تقول كل حاجه النهارده. وعايز اقول ازيك يا داليا؟ ازيك؟ عامله ايه؟ سوبر وومن ايه بس؟ مرتاحه؟ مرتاحه. قاعده ناقصك انا حاجه؟ مبسوطه مبدئيا ان انا معاك انا النهارده. جدا شايفك شياكه النهارده ومعليه. ايوه ما ينفعش. فبحاول ان لازم. انا لا ما شاء الله عليك. ومبسوطه ان انا معاك النهارده. انا اكتر بكتير. ومبسوطه ان احنا طالعين ندردش اكيد. ونفضفض ونتكلم. جاهزه؟ صح كده؟ 100%. انت جاهزه تعملي ده النهارده؟ انت عارف ان احنا اجلنا كتير 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 كتير، بس تقدر تقول جاهزه بين البنين. طب وانت جايه كده في الطريق حسيت انك هتبقي صادقه معايا بنسبه كام في الميه؟ بس بصدق، عايز اجابه بصدق. هقول لك على حاجه، انا صادقه في كل حاجه. يعني اي موقف انا بعمله او اي كلمه انا بقولها، سواء دلوقتي او قبل او بعدين، انا صادقه فيها. وممكن صراحتي هي سبب ممكن صوره غلط عني، ممكن خلافات، ممكن تصدم واقع ناس كتيره او ما، وانت عارف الصراحه ما. طب حلو. مش على طول بتعجب الناس. قبل كل ده خالص داليا، انا طالب منك انك تغمضي عينك. اوكي. تاخدي نفس من مناخيرك. هسألك عن حاجة يعني انت لسه مرة بيها قريب، وانت برضو لو مش حابة ان احنا نتكلم عنها او ان احنا نتجنبها تماما، انا مستعد ان احنا نشيل ده وما نتكلمش فيه. ممكن تكون انت متفاجئة باللي انا هسأله ده، بس يعني انت ليكي حرية الرأي. مش هضغط عليكي ومش هرخم، والجزء ده مش مهم اصلا بالنسبة لي. اوكي. بالنسبة لي داليا اهم اكتر، ويعني انت المين بتاعي. مش مقدمة مرعبة. لا مقدمة مرعبة خالص ابدا. انت عديتي بفتره صعبه في حياتك. اي انسان في الدنيا معرض ان هو يغلط، يدخل غصب عنه، ايا يكن الطريقه. فانا لو تحب انك تشرحيها من وجهه نظرك اكون حابب ده، مش حابه ده برضه حابب ده. بالعكس، انا ما احب ان انا اوضح الموضوع او اعرف الموضوع. لان الموضوع كله الناس كلها اتناولته غلط. انا مش بمحي غلطي خالص، ولا بعلق غلطي على شماعة الآخرين. أنا غلطت. أنا غلطت في حق نفسي، بس ما غلطتش في حق حد. في فرق بين الاتنين. في فرق إن أنت تبقى مأذي أو مؤذي. فأنا مأذية، أنا اللي أذيت نفسي بنفسي، بس أنا ما أذيتش حد تاني. أحب أقول إن كل حاجة اتقالت على السوشيال ميديا كانت غلط. مفيش ولا أي حاجة مكتوبة أو موجودة أو مظبوطة في قضيتي. كل الناس اتناولت الخبر غلط، خدوا الاخبار تداولوها غلط. ده قالوا ان انا يعني معايا 145 مليون ايه؟ يعني انت قصدك ان هم تناولوا غلط؟ بالظبط. يعني انت ايه معلوماتك مثلا؟ يعني انا هقول لك على حاجه، انا في فتره الازمه ما كانش عندي هدف غير ان انا اخرج. بس بعد ما خرجت اكتشفت ان انا اتظلمت اعلاميا واتذبحت اعلاميا، وانا ما استاهلش كده. انا بقيت بتفرج على الفيديوهات بقول هم بيتكلموا على مين. يعني انا ما اعرفش هم بيتكلموا على مين. كل واحد. انا وصلت للنشره الاسبانيه يا مدني. ده تهريج. انا صغننه خالص ان انا اوصل للنشره الاسبانيه. كل المعلومات غلط، كله ركب ترند، كله قال حاجات مش صحيحه، كله ما كلفش نفسه يقرا ورق يتاكد من معلومه قبل ما ينقل الخبر ويضيف عليه. يعني بقى المذيع يقول خبر. يعني انا اكتشفت مثلا ان انا حاجات عن شخصيتي وعن حياتي هي مش موجوده. قالوا ان انا مخلفه 2 بيبيز. انا عندي بنت واحده، وانت احنا عارفين المعلومات دي كلها غلط. قالوا ان انا معايا 145 مليون ومؤجره. ازاي يبقى حد معاه 145 مليون ومؤجر؟ يعني اذا كان المتكلم مجنون فالمستمع عاقل. كله ذبح في يوم وليله. بقيت على الشاشه. يعني وانا بره ما كنتش على السكرين او كل البرامج والتوك شوز وكل الكلام دوت. ما حدش بيتكلم على البني ادم اما بينجح، كله بيتكلم على البني ادم اما بيجي يقع، اما بيحصل له فضيحه، اما بيحصل له كارثه، في ازمه. مع ان احنا المفروض نتكلم عن النجاح، ما نتكلمش على كسره بني ادم. على كسره بني ادم. يعني نقول بين قوسين كده، الناس حكمت عليكي قبل ما تسمعك، قبل ما تسمع وقبل ما تتاكد.
يعني انا طبعا بشكر القضاء المصري، انصفك؟ انصفني. مم. ودعاء امي كان من نصيبي. لان انا فعلا كنت بدعي بقول يا رب يعني بين الحقيقه. الناس كلها حكمت بالشكل، ما حكمتش بالمضمون. ازاي انت تحكم على حد قبل ما تسمع اصلا حكم القضاء؟ ده اكبر غلط. لان انت المعلومه اللي انت بتسمعها من حد. انت لو انت جايب المعلومه تعالى قدامي قول لي ان انا جايب المعلومه ومكتوب 1 2 3 4، بس ده غير صحيح. مفيش اي حاجه صحيحه. اما وقفت قدام القضاء المصري اتعاقبت على غلطي، وانا اتعاقبت على حاجه انا عملتها ضريت نفسي، واكيد ندمان عليها. قله وعي، ضعف، غلط. مفيش حد ما بيغلطش، بس اللي بيغلط وبيعرف غلطه وبيحاول يصلحه اكيد محتاج فرصه تانية، اكيد محتاج سبورت اكتر. بصراحه عايز اجابه فعلا بصراحه. انت شايفه نفسك ضحيه هنا ولا انت مسؤوله نوعا ما عن غلطك؟ الاثنين. انت عارف ان انا النهارده ناويه اتكلم بصراحه واتكلم جدا. انا طول حياتي اكيد بقابل وبشوف وبتعامل وفاكره نفسي جامده وان انا عمري ما هقع في الوقعه دي. اوكي. فانا عمري ما هتاثر باللي حواليا، ومهما اللي حواليا بيعملوا ايه انا في الاخر ماليش دعوه. في لحظه بتحس بضعف، بتحس بيأس، بتسيطر عليك في جمله الصاحب ساحب. الشخص الغلط اللي جنبك بيبقى موجود في وقت ضعفك ممكن يضيعك. فانا وقعت في الغلط، واوعى تفتكر ان انت اما تغلط ما تقدرش تصلح غلطك. تقدر بعد ما تقع تقوم تاني. واوعى حد يأثر عليك بكلامه او بتصرفاته او باي حاجه قديمه ان انت ما تقفش تاني. كلنا بنقع، كلنا لينا وقعات. اكيد، لكل خيل كبوه. بالظبط. نقدر نربطه ان مثلا المحتوى بتاعك بتاع زمان وبعد كده القضيه حصلت فهم ربطوا الاثنين في بعض، فاذا ده يثبت على داليا؟ دي حاجه هتجنني. انا هسألك سؤال. ايه اللي جاب المحتوى للقضيه؟ في فرق ان انا عندي محتوى جريء. ليه ربطنا؟ ليه بنستنى زي ما بيقولوا كده اما بيقع بتكتر سكاكينه؟ ليه نذبح؟ ليه نجيب موضوع ملوش اي علاقه بالقضيه ومادام هي بتعمل المحتوى ده يبقى هي عامله القضيه؟ طب ما هو في ناس تانية مش عامله المحتوى ده ومتهمين بقتل، بسرقه، بحاجات كتير. مش شرط، لكن احنا بنرسم الصوره للمشاهد. بص 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 كانت بتقول ايه؟ بص 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 كان. طب كل شخص قال على المحتوى بتاعي القديم هو عرضه في الفيديو بتاعه. يعني هو تاجر برضو بالمحتوى بتاعي عشان يوري الناس انا بعمل محتوى ايه. فانت جبت المحتوى بتاعي، انت برضو بتركب ترند. انت خلي بالك، هو شايف نفسه ان هو احسن مني، بس هو العكس. انا يوم ما عملت محتوى ما تاجرتش بحد، ما طلعتش على حساب حد، على سمعة حد، لكن انت تاجرت بان انت اما حد يبقى واقع وقعه اكتر. ده اسوأ زي ما بيقولوا كده، اسوأ انواع البشر. ان يوقعك اكتر ما انت واقع. انا بتحاسبني وانا واقع. ايه ده؟ كسبت كام بقى؟ 145 مليون. مش عارف فين هم. اديني ربعهم. لو عارف مكانهم قول لي. المخدرات بعض الاحيان بما ان هم منشنوا الامور ببعضها، لو انت هتتكلمي في الجزء ده هتقولي ايه فيه؟ هقول اختار اللي حواليك. اعرف ان كلام اهلك صح. يجي يقولوا لك ان الشخص دوت غلط، البنت ديت غلط، اعرف ان في حاجه غلط. ويعرف ان هو انت شايف ان الموضوع صغير، وهو لو بيعمل حاجه انا ما بعملش نفس الحاجه، لان انا ليا شخصيتي وان انا قوي وعندي اراده وكل حاجه. بس في لحظه في لحظه بتقع. ولو وقعت للاسف الناس اللي حواليك ما بتبقاش فاهماك. انت بتبقى رافض المساعده، مش عاوز حد يساعدك، مش عاوز حد ياخد بايديك. بس انا بقى بوجه رساله لكل حد. لو واحد صاحبك، لو واحده صديقتك، لو حد قريبك وواقع في الفخ ده، افضل وراه لغايه اما يوصل بر الامان. مفيش حاجه اسمها انا حاولت ومعرفتش. اتعامل معاه ان هو عقله مش موجود.
ما ينفعش تحاسبني وانا عقلي مش موجود. يعني ما ينفعش تقول لي انا نصحتك وانت بتنصحني وانا عقلي مش موجود، غلط. ما لا، انت لو بتحبني بجد هتفضل معايا في الحلوه والوحشه، لازم اوصلك بر الامان. فده نصيحه. واي حد بيضر صحته، بيحاول يهرب من المشكله، بيحاول يعمل اي حاجه عشان يتناسى ويتعايش، ده اكبر غلط. المجتمع شويه او جمهورك زعلان من المحتوى اللي فات، هل هتقولي مثلا؟ طب انت زعلان؟ انا ما اقدرش ان انا احكم على حد ولا اقول رايي ان انا احكم على حد. لا، انت كمشاهد انا بستغرب بصراحه يا مدى. احنا شعب غريب قوي، احنا شعب تقريبا كلنا جوزائي. مش بهزر. يعني تلاقي في الكومنتات متضايقين، تلاقيهم في الشارع مبسوطين، يقابلوني يضحكوا ويهزروا والناس متفاهمه بقيت هتجنن. مفيش مشكله، ما انا ما عنديش مشكله، بقيت وده اللي بيحصل، ده طبيعي انه يحصل. احنا عندنا ازدواجيه في كل حاجه، في شخصيتنا، في معتقداتنا، في طريقتنا في التعامل، في كل حاجه متحيزين لنفسنا ودايما ماسكين الغلطه للي قدامنا. داليا، قولا واحدا، هتصلحي جمهورك في المحتوى الجاي بتاعك وبدايتك الجديده؟ انا مش مزعله جمهوري، عشان جمهوري ده، عشان انت تقول جمهور. بس قالوا لي ان هم متضايقين. بص، عشان يبقوا جمهور لازم يكونوا بيحبوا المحتوى. وهم بيحبوني. طب خلاص، بيحبوني اعمل سكتشات في بعض الاحيان، بيحبوني اعمل زي البرنامج اللي انا عاملاه دلوقتي عن الجرائم العاطفيه اللي هو 11 بيحبوني اما اطلع اقول ايه وات. ولكن انا بقى داليا عاوزه ايه؟ ايوه، انا شايفه ان الفيديوهات اللي اتعملت قبل ده كان وقتها وزمنها. مش هقول لك انا فخوره بيها، بس انا مش مكسوفه منها. هي في وقتها كان ليها طابع، كان ليها مود، كان ليها جو هزار. دلوقتي مش ملائمه لا ليا في المرحله اللي انا فيها، ولا ملائمه لتدرج النضج اللي واصل له الجمهور واللي عاوز يشوف اكتر. وانا حاسه ان انا عندي اكتر. يعني انا حاسه عندك اكتر واحلى. ربنا يخليك مدني والله. يعني في حاجه عايزه تغيريها في اللي فات في المحتوى بصراحه؟ ما تتكبريش فعلا، انت برج الميزان بيعاني بصراحه. لا يعني انا ساعات هقول لك على حاجه، ساعتها بتفرج اقول يا نهار اسود ايه ده، ازاي كنت بقول كده. خلي بالك برضو انا قلت كلام صادم على مجتمع شرقي واحده تقوله طبعا، بس غيري كرجاله قالوه. الدنيا ما قامتش كده ماشي، بس هو وفي برامج معروفه. بس ما ينفعش اللي ما نفعوش بقى الجراءه شويه زياده. كنت جريئه، ما همكيش حد، حسيت؟ لان انا بتكلم بتلقائيه. يعني انا اصلا بتكلم بتلقائيه ومش بحسب الكلمه قبل ما بقولها، وبقولها بصراحه. ولو سمعت حاجه بحاول افهمها وادرسها وكل حاجه. وما دام احنا الكلام العادي احنا بنقوله لبعض، في ممكن معطيات او في برواز معين الواحد يقدمه. ده اللي انا اتعلمته. يعني حتى لو هبقى جريئه في فريم ما اطلعش منه، ما تطلعيش من الفريم ده. بالظبط. ده العقل بقى، ده الميزان، ده العقل. ده العقل ما يشتغل شويه. حلو، برافو عليك. عاش في ده قوي. هنوصل. نقول مين داليا فؤاد؟ داليا فؤاد هي بنوته عنيده شويتين، بتحب تكرر غلطها في بعض الاحيان لغايه اما تتعلم. يعني الدنيا قوتها دلوقتي، وطلع عندي حاجه انا ما كنتش اعرفها، قدره التحمل. منين عرفتي؟ بالمواقف اللي مريت بيها في حياتي. طيب. يعني انا عرفت ان انا عندي قدره على التحمل، وان انا لا يعني انا اقدر اتاقلم، وان انا اقدر اعدي. اكيد بعد ما بتحصل حاجه مشكله انت بتكتشف في نفسك حاجات انت ما كنتش متخيلها. طيب انت بالنسبه للنقطه دي، البوينت انك قادره انك تتحملي وكده، فايه مثلا اكتر حاجه قدرتي تتحمليها في طفولتك؟ لو اتكلمنا على الحته دي او ابتدينا بيها، فتقدري تقولي ايه هنا؟ بص، انا طفولتي كانت حلوه قوي. حلو. اللي اتدلعته طلع عليا وانا كبيره. طفولتي كانت حلوه. نادر لما حد يقول طفولتي كانت حلوه. كانت بيرفكت جدا. يمكن عشان كده دلوقتي الدنيا فاهم فيها صراعات. لا، انا كانش عندي اي صراع وانا طفله. كنت طفله مدلله، نعمه. بنت واحده على 3 ولاد. واخده حقي في البيت. لا، صوتي مسموع. ده انت كده من صغرك صوتك مسموع. شقيه كنتي ولا كنتي الهاديه؟ كنت هاديه قوي يا مدن. كنت هاديه جدا. ولو زعقت لي مثلا تلاقيني
اخدت كورنر وعيطت. اه ده الفيرجن القديم، اوكي مش الجديد. اوكي اه آه. مش الجديد خالص. مم. دلوقتي لا، انا اقدر اواجه واقدر اتكلم واقدر احط عينيا في عينين اللي قدامي، لان الحياه بتعلم، بتنشفك. يعني اكيد انت بالمواقف اللي بتمر بيها انت بتنشف، بتجمد، مش هقول بتقسى لان القسوه دي حاجه وحشه، بس عودك بيتشد. طيب داليا دلوقتي يعني بما انك كنت وانت صغيره كنت هاديه وانطوائيه وكسوفه وبتعيطي وكده، ده اثر عليكي بعد ما كبرتي؟ يعني لازم يحصل العكس، لو الواحد وهو صغير بيبقى شقي وكده فلما بيكبر بيهدى، فانت كنت هاديه وبعدين ده حصل، ولا دي ملهاش علاقه؟ يعني اي ثينك ان انا عشان كنت طفله هاديه، كنت فاكره ان العالم فاهم مكان امن حلو. للواحد يعيش فيه. مفيش حد بيكذب، مفيش حد بيخدع، المدينه الفاضله زي ما بيقولوا. بعد ما الواحد كبر، ايه هي المدينه الفاضله؟ كل حاجه فيها بيرفكت، الناس كويسه، الناس ما بتكذبش، الناس ما بتخدعش، الناس مش بتخذلك، الناس مش بتضربك في ظهرك. انا مقتنع ان انت سوبر وومن لحد ما اعرف ان انت مش سوبر وومن. هو كل واحده سوبر وومن. اوكي. هو في الزمن اللي احنا فيه دلوقتي الست بتعمل كل حاجه وتقدر تعمل كل حاجه، صح ولا لا؟ صح. انا اعرف ان انت واخد صف السيدات 100% ومناصر لحقوقهم، صح؟ 100%. فالست دلوقتي سوبر وومن في كل حاجه، مش انا، ده اي واحده سوبر وومن ما دام نزلت وبتتعلم وبتشتغل ومسؤوله عن بيت ومسؤوله عن اسره واي حاجه، هي سوبر وومن. الواحد وهو صغير تذكر بعض الاشياء لوالده ووالدته. عايزه ابتدي بوالدتك، هل هي كانت ام قاسيه ولا ام عطوفه ولا ام داعمه ولا ام معيشه بيت في صراعات؟ من ناحيتك كانت ايه؟ وهل هي خلت البيت مستقر ولا لا؟ مامتي مثل الست المصريه الاصيله. حلو. ويمكن من كتر طيبتها بقيت انا عاوزه اطلع مش طيبه زيها كده. بس كل واحد بيقول عن امه كده. لا بس انا مامتي طيبه قوي. طيبه جدا. وجدعه جدا، واكتشفت فيها مواهب برضو في الازمه الاخيره. فانا مامتي معديه الحنيه، عارف اللي بتحمي ولادها لاخر لحظه باي طريقه باي ثمن. هي دي امي. تحبي تقولي لها ايه؟ انا بحبك قوي. هي عارفه انا بقول لها ايه، وعارفه هي بالنسبه لي ايه، ويمكن بقول لها ما تزعليش مني في اي حاجه انا زعلتك فيها، عملت حاجه ضايقتك مني، لان هي بالنسبه لي اهم شخص في حياتي، ان انا يبقى راضي عني. تبقي مطمنه وهي راضيه عنك؟ طبعا. مش عايزه اقول لك مكالمه الصبح ديت مهمه ازاي. اخر مره زعلتيها امتى؟ لا من فتره كبيره، لان انا واخده قرار ان انا ما ازعلهاش. يعني انا في جمله قلتها لماما، لو قلت لي على دوت صح وهو غلط، انا هعمل اللي انت قلتي عليه، هعمل الغلط اللي انت شايفاه صح، من كتر ما انا همشي وراكي مغمضه. على كده دليل ان انت زمان ما كنتيش بتسمعي؟ ما كنتش بسمع كلامها. وطلعت هي صح في كل كلمه. طلعت الست اللي قاعده في البيت اللي ما عندهاش خبره او ما تعاملتش مع ناس، ليها نظره في اللي قدامها، تحس بالطاقه وتحس ان الشخص دوت او الشخصيه ديت بتحب بنتها فعلا او بتنافقها. مفيش كلمه قالتها غلط. ده هتعمليه مع بنتك؟ انا يعني مصاحبه بنتي جدا. مريم. مريم، ايوه. عندها كام سنه؟ 18. طولة العمر. نفسك في مريم تطلع ايه؟ انا نفسي مريم تطلع اللي هي نفسها فيه. يعني مش مهم احنا نفسنا هم يطلعوا ايه، مهم ان الطفل او الشخص هو يبقى شوف هو عاوز يعمل ايه. في سنها ده انت كنت متخبطه نفس التخبط ده؟ لا. ليه؟ لان انا كنت عارفه عاوزه ايه. ده اكتر وقت في حياتي انا كنت عارفه انا عاوزه ايه. تحفه. بس من وانا صغيره دايما شايفه نفسي مذيعه. اوكي. فشايفه نفسي ان انا هبقى مذيعه، وهم في البيت شجعوني ان انا ابقى مذيعه. فلما دخلت كليه اعلام فكانت يعني هو ده الطريق اللي انا كنت اعلام. احنا كده زمايل، ده احنا ده زميله. جامعه القاهره. انا جامعه القاهره. هي جامعه القاهره. مساء الخير. انا حابب ادندن معاكي كده حاجه. ماشي. وقولي لي دي كانت ايه الذكرى بتاعتك؟ ماشي. لو كان يرضيك كملي. يلا. لو كان يرضيك تفضل كده قدامي خلاص خليك. ايه ذكراكي مع دي؟ الاغنيه دي كانت الاغنيه اللي بيني وبين والدي، دايما بنسمعها مع بعض. كل واحد في حياته
بيبقى عنده ترومات. اكتشفتي امتى ان انت في تروما، ان دي تروما؟ هما بيقولوا لك الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية. صح؟ صح. ويقولوا لك برضو تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. ايه الرياح اللي جت؟ يعني اختلفت مع والدي. كلنا الاختلاف، بنختلف. ممكن انا اكتر واحد بيختلف مع والدي. ممكن من كتر حبه فيا ومن كتر حبي فيه اختلفنا زيادة عن اللزوم شويتين 3. موجود في حياتك والدك؟ ربنا يديله الصحة آمين. طبعا. بس مش موجود. آه. بس متابع. حلو. متابع جيد جدا. هيشوف الحلقه دي؟ اكيد. انا خدت قرار ان انا اتكلم بصراحه، لان انا ممكن كلامي ممكن ياثر. مثلا لو في اب بيعاند مع بنته، لو في بنت بتعاند مع باباها، لا بلاش عند، لان عدم وجود الاب فجوه كبيره في حياتك، وبتفضل حياتك unstable، تفضل تدور طول حياتك على اب. يعني خلافي معاه مخليني ادور على مركز امان. فهمتني؟ بس ما فهمتش النقطة الأولى، إن ما حدش يعاند. قصدك إن الأب ما يعاندش مع أولاده ولا الولاد؟ لازم يسمعهم. ما هو هنتكلم برضو. أنا طبعا أكيد مع الأبهات ومع خوفهم. وأنتي أم، فأنتي حسيتي ده دلوقتي وعرفتي. بس لازم نسمع. لازم نفهم. لازم ندي مساحة للي قدامنا. لازم نسيبه ياخد قرارات في حياته. ما ينفعش تبقى متساق حياتك كلها. لما الواحد بيحس إن حتة الأمان بتاع الوالد مش موجودة، وبيقع في موقف، فغصب عنه إن هو بيلجأ. فلو الوالد مش موجود دلوقتي، فأنت بتلجئي لمين وقت لما الدنيا بتقف بيكي؟ والدتي. هي عاملة دور الأب والأم. ده طلعت هي السوبر وومن. ده هي السوبر وومن. بأمانة. هي اللي بتعمل كل حاجة، هي اللي واخدة الدورين وبتعمل كل حاجة. دايما بتقولي في البوينت دي ان هي طيبة، لان هي انت ما توقعتيش منها اللي عملته من المجهود. لان مجهود وقدرة، ضغط نفسي وضغط بدني. هي شالت كل حاجة. قالت لي انا موقفت حياتي كلها. كان عندي تارجت السنة دي ان انت تخرجي بس. قلت لهم في البيت وقفوا كل حاجة وماليش دعوة بأي حاجة. انا ليا ان انا اخرج بنتي بالسلامه، ابتدي اتعايش معاها. مين كان معاكي في ازمتك الاخيره؟ والدتي تاني برضه. هي كانت معاكي من الالف للياء؟ من اول يوم. من اول يوم لغايه اخر يوم. ودلوقتي وربنا يديها الصحه. امين يا رب. عارف يا مدني، اول مره اتعبها. يعني هي متعوده معايا ان انا اشيل معاها، لقيتها مره واحده شالت كل حاجه. ما كنتش متوقعه ان هي تقدر تعمل كده، بس هي الفطره الام. علاقتك باخواتك ايه؟ كويسه جدا. فخورين بيكي؟ بيحبوني. حلو. اهم من ان يبقوا الحب اهم من ان انا ابقى فخوره بحد. الحب مربوط بحاجه. يعني انت لو حلو احبك، لو انت وحش ما احبكش. لا، احنا بينا صله دم. صح. فالحب مش مربوط، سواء انا فخوره بيك او مش فخوره بيك، انا بحبك. احسنتي. بحبك عشان اخويا. هو ده الحب. لكن الحب المربوط بحاجه ده مش اسمه حب، ده اسمه هوى. اخر حاجه تقوليها لبابا؟ اكيد طبعا بحبه، بس زعلانه منه. حرام الوقت اللي ضاع بيني وبينك. ضاع على الفاضي. ارجعي كلميه، حاولي تكلميه. حاولنا. قافل الباب تماما؟ مفيش اي؟ هيسمع معاك بقى، ممكن يفتح الباب تاني ان شاء الله. يفتح الباب تاني. اصل انا لازم اتصالح. يعني انا شايفه ان الترومات او اي حد عنده ازمه نفسيه او عنده مشكله او اي حاجه لازم يواجهها. الهروب بيؤدي للكوارث. تهرب من مشكلتك هتلاقي نفسك اتكعبلت، وقعت، نزلت في حفره، وقعت في بلاعه. خلاص. عشان تهرب من حاجه انت لو لفيت وواجهتها، يا تتحل يا تخلص كل الكلام اللي عندك، ترتاح. صح. فاهمني؟ صح. بس احنا للاسف بشر بنحب ندفن المشكله ونغطيها ونتعايش ونبان ان احنا اقوياء، وان انا مش فارق معايا، وان انا عايشه حياتي، وان مفيش حاجه مأثره فيا. بس كل حاجه مأثره فيك. يعني انت طول حياتك وانت ماشي، انا بشبهها بواحد شايل شنطه. الشنطه دي انت بتحط فيها كل حاجه، فرحك، زعلك، عياطك، نجاحك، فشلك، كل حاجه. فالشنطه دي على ظهرك، فلو تقلت هتقع. بس انت لو اول باول بطلع واشوف، طلع وتشوف وتحل المشاكل، مش ان انت تحطها في الشنطه وتفضل تجري. ده اللي عايزك تجيبي الشنطه من ورا بتاعه الطريق وتطلعي لي كمان تروما. ممكن اقول لك على حاجه. ممكن البحر
عندك تروما من البحر؟ بخاف من البحر شويه، ليه؟ مع ان انا بطله سباحه. حلو يعني ده. انا اصلا بطله سباحة. سباحه. مم. بس انا عندي مشكله ان انا ما اشوفش اللي تحت، يعني ما اعرفش ايه اللي تحتيه. اوكي. انا اشوف اللي تحتيه تمام. تطمني. ما اشوفش اللي تحتيه بقى لا. بنسى بقى ان انا بعرف اعوم الكلام ده. قول لي انت بقى، ماشي. وقول لي حاجه مش كده، قول لي حاجه بجد، حاجه ديب. تروما اللي عندي حته، انت اتكلمتي على بابا كتير. والدي موجود الله يديله طول العمر، من غيره ما سواش حاجه ابدا. أمين. ابدا. أمين. ولكن ان كان والدي هو حنين بس ما بيعرفش يعبر. ولكن هو رجل افعال. ده احلى. وليس اقوال. ده احلى. بس بتبقي محتاجه الاقوال في بعض الاحيان. ما هو ده الطمع. لا. ما هو ده الطمع. صح. ماشي بس يعني في ناس تانية تتمنى دي او دي. صح. انا اتمنى الكلام بس عادي. بس اقول لك حاجه، تعرفي اقول لك حاجه، نفسي دايما يقولوا لي الجايزه، تعرفي انا نفسي اخد جايزه ايه؟ نفسي يجيبوا جايزه ووالدي هو اللي ادهاني، يبقى عارف ان انا نجحت فيديني الجايزه دي. ابقى كده انا نجحت. ربنا يخليه لي. يلا بينا. الدايره بتاعتك كانت قبل كام وكانت بعد كام؟ عدد الاشخاص؟ عدد الاشخاص قبل وبعد. قبل كانوا كتير يعني ولا ليهم لازمه بالمره. ده اللي انا اكتشفته بالمواقف الحياتيه والصدمات اللي الواحد بيمر بيها. يعني انا دايما بقول حاجه، طول ما انت ما اختبرتش صداقتك مع حد وتقول عليه صاحبي في موقف صعب اتعرضت له، في محنه، في موقف بجد، موقف بجد اللي هو فعلا اعرف احكم هنا، انا هعرف اكلم فلان يعني يطمن عليا، يبقى في ظهري، الكلام ده كله. يعني فاهم، بيبقى فيه عشره وفيه سنين وكل حاجه. طول ما انت ما اختبرتش يبقى انت مش مالكش اصحاب. قولي لي 2 موجودين قبل وبعد. مش هتلاقي. هو شخص واحد كان بيساند ماما، صديق وحد عزيز عليا. الجندي المجهول هو والدتي. ده يدل ان مفيش حد هيخاف عليك ولا يحبك غير اهلك. ولا حد يفديك. يعني انا متاكده في الوقت دوت لو هي كانت تقدر تفديني هتقدر هتفديني. مفيش واحد صاحبك هيجي يفديك ابدا. او ده اللي لسه موجود مثلا ما ظهرش او ما جاش لسه. مش عارفه. انا شايفه مثلا ان انا وصلت لمرحله ان انا عندي نوع من انواع النضج. حلو. النضج دوت خلاني كل ما تلاقي نفسك بتخسر ناس، انت كده بتنضج، انت كده بتعقل. انت كده عارف ان الباسكت بتاعك ايه اللي بيقع منه، فاللي بيقع منه ما تفكرش فيه، سيبه خالص، لان اللي وقع دوت ملوش لازمه، هو عامل زحمه على الفاضي. طيب مين اللي وقع وانت زعلت انه وقع؟ خلاص انت كده انا اتصدمت، انا ما زعلتش. حلو. انا مصدومه ومش هرجعك، بس خلاص انت وقعت، بس ما كنتش عايزاك تقع، ما تقعش مني، ما كنتش اتمنى. 15 سنه مش هزار، انا مش بقول ما جاش مواقف من ال 15 سنه؟ طول ال 15 سنه ما فيش موقف جه ان هو يقول مثلا لا. ان موقف لا بجد انت هتقع مني؟ لا، موقف بجد لا. وممكن تبقى بنت، مش لازم تبقى ولد. يعني هو الشخصيه دي ممكن تبقى بنت في 15 سنه. 15 سنه. انت هرجع تاني لجمله ايه؟ ان الام ليها نظره. من 15 سنه والدتي قالت لي جمله، بعد 15 سنه اكتشفت ان هي صح. بعد 15 سنه وقت طويل كتير قوي، بس المهم انك عرفتي. نعوض في اللي جاي. بترجع بقى تقول لك مش انا قلت لك ان انا صح فشفتي؟ بتقول لي انا مش هقول لك حاجه. انت عارفه انا هقول لك ايه. هو ماما لما توصل لمرحله ان هي تطلع صح، وهي دايما بتطلع صح، بيبقى في جمله انا مش هتكلم. انت فاهمه. كنت بتدخلي معاها جدال ان انت لا مش فاهمه انا اللي فاهمه زمان؟ جدا. ماما بصي خلاص ماشي، او اسمع واكبر دماغي، اسمع واقول خلاص، اسمع واقول برضو ما تعاملتش مع ناس وخرجت واشتغلت فبرضو ممكن يبقى الثقافه الاجتماعيه قليله، بس لا هي طلعت صح في الاخر. فالصحاب بالعكس، ده صاحب ساحب زي ما بيقولوا. اما بتنامي بتحلمي؟ في ناس ما بتحلمش وفي ناس بتحلم وبيحصل. وفي انت فين؟ واقفه فين؟ انا مش هقول ان كل الاحلام اللي بحلمها اكيد
بتحصل، ماشي. بس نادر لما بتحلمي وانت نايمه ولا لا، كتير؟ مش كتير، يعني متوسط. انا ممكن لو في حاجه شاغله بالي، انا ما اعرفش الصيغه العلميه ان الواحد كلنا تقريبا بنحلم، بس هو الفرق بين حد وحد ان هو بيفتكر الحلم او في تفاصيل الموضوع. احكي لي موقف مع الاحلام. يعني مثلا برضو هرجع لماما تاني. قبل مشكلتي ماما كانت بتكلمني في التليفون تقول لي داليا انا حلمانه حلم وحش. اقول لها ماشي يا ماما ما تقلقيش وبتاع مش عارفه ايه. انا حلمانه حلم وحش 3 شهور وبيتكرر. ف اول ما شافتني قالت لي مش انا قلت لك انا حلمانه حلم دي عندها وحش؟ حق، لازم تقولي هنا ده ان انا قلت لك. انا طلع عيني معاكي، مش قاعده تاني. اقول لك وقاعده اسوي. برجك مين؟ برجك فين؟ برجك ميزان. طيب في الميزان في الرجاله يعني بيقولوا بتاع ستات. هو يعني طبيعي الرجاله بتاع الستات يعني اكيد هم بتوع ستات. شايفه ان دي صفه زياده بس بتكلم ان هو يبقى متجوز، بس هي دي صفه فيه ان هو بتاع خلاص انت الانثى بتاعتك، فما يعني ما تبصش، بص ركز في ورقتك يا ابني. الميزان في الانثى بيقولوا ان هو عنيد. مظبوط. وبيقولوا ان هو ما بيعترفش بغلطه، وبيقولوا ان هو برضو لما بيعرف ان هو غلطان بيقول اي كلام. مين اللي قال لك الكلام؟ حد أنا قريب عارفة. قوي. انا عارفه حد مين اللي حد قريب ليكي وانا بحبه جدا. مادام هو قريب وانت بتحبه وكل حاجه يبقى هو صح. اكيد. حلو. بص، طب ليه بتقولي عنيدة؟ اي كلام؟ عنيده. عنيده، عنيده جدا. واما بتحصل حاجه ازاي هتعندي في الغلط؟ لا، بس اعاند ان انا ممكن اخد التجربه وممكن اطلع صح في الاخر. ده عقلي مسوي لي كده. بس انا هقول لك برضو في قبل وفي بعد. يعني اللي قبل حاجه واللي بعد حاجه. اللي قبل عنيده قوي، دلوقتي لا، ممكن اعند بس بعد ما امشي افكر في كلامك. يعني بداتي تسمعي؟ بسمع. وان انت تسمع اكتر ما تتكلم، وان انت تشتري من اللي قدامك وتفهم اكتر ما تبيع، ده احسن. متردده شويتين 3، ده صفه من صفات الميزان. اكتر حاجه ترددتي فيها وقلتي لا انا يا ريتني ما اترددت، لو في دي بس ما كنتش اترددت؟ في حاجات كتيره قوي. اديني حاجه واحده بس، حاجه بصدق. يعني انا ببقى عنيده او متردده ان انا شايفه ان الشخصيه اللي قدامي دي شخصيه مش كويسه، بس انا بقول لا ممكن تبقى كويسه، ممكن. بعاند مع نفسي، باذي نفسي بنفسي. بعد كده بكتشف ان انا كنت المفروض اختار العقل. العقل بيقوله، اصل العقل لو رفض القلب اللي بيقوله يبقى في حاجه غلط، صح؟ كم مره رفض؟ ممكن مرتين. اقرب حاجه رفضها بعد لا. دلوقتي العقل ماشي مع القلب حلو. ماشي، بس ايه الاثنين ماشيين. اديني حاجه اترفضت قريب. الاثنين ماشيين تمام. يعني يا رب بس نفضل كده شويه. انا عندي امنيات بس يعني فاهم. لا، القلب والعقل. ايه امنيتك دلوقتي؟ لو قلت لك في امنيه هتتحقق حالا، بص ايه الامنيه؟ انا امنياتي اعيش مبسوطه. حلو. اعيش مرتاحه. مبسوطه دلوقتي ولا لا؟ مبسوطه. بنسبه كام؟ بنسبه 70%. الاول ممكن كان كل حاجه عندي بس مش مبسوطه، فانك تكوني مبسوطه احسن من ما يبقى عندي كل حاجه. بالظبط. راضيه دلوقتي؟ راضيه. على فكره ربنا الشعور بتاع الرضا ده ما بيوصلوش لاي حد طبعا. يعني من المحبين الى الله اللي بيوصل لهم شعور الرضا. طبعا. علاقتك بربنا الباب موارب ولا الباب مقفول؟ لا، موارب. حلو. وبعد برضو خلال الازمه انا اكتشفت ان انا يعني كان مثلا قبل الازمه، انا هقول لك مثلا ساعات انت بتعمل حاجات غلط تبقى عارف ان انت غلط. كلنا بتتكسف من ربنا. طبيعي طبعا. وبتستغفر وبتقول يا رب وكل حاجه طبعا. بس بيجي لك اوقات ان انت يعني ربنا انت مقصر في حقه، فانت متضايق اكتر. مكسوف. انت مكسوف متضايق، بس وقت ما تحتاجه بتلاقيه. بلاقيه. طبعا. وكنت مقصره، واكيد اي حد هيبقى مقصر، وعاوزه اشتغل على نفسي اكتر في الكلام دوت واتقرب من ربنا اكتر. بس خلال الازمه انا قربت قوي 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 قوي. اكتشفت بقى ان انا ربنا بيحبني. يعني انا كنت متخيله ان مثلا ممكن ان في شويه تعثرات في الحياه يبقى ربنا مش راضي عني. لا، ده انا ربنا بيحبني، حطني في حاجه، وفر عليا وقت
ان انا اضيعه مع اشخاص في عمر يضيع، في وعي يزيد، نضج اكتر. يعني انا يعني فاهم، انا حاسه ان انا اتولدت. يعني حته اتولدت طبعا في بعض الصفات بتاعت داليا القديمه، لان انا اكيد هي، ولكن انت لما بيحصل لك حاجه تقعد على كرسي كده، تسند ظهرك، تحس ان كل حاجه وقعت، تقعد تفكر ايه ده بقى؟ انا طلعت غلط؟ طب ليه كنت بعاند؟ طب ما اسمع الكلام وابقى صح. الخبطه دي لازم بعديها تفكر. الشاطر اللي يعديها. خلي بالك، مش بص زي ما بيقولوا. لا انا هقول لك حاجه، قولي. غلطه الشاطر ب1000 ولا بمليون؟ خدتها من على لساني. اوكي. لان فعلا غلطه الشاطر يعني ممكن تقعد حياتك كلها يا مدن ما تغلطش، تغلط غلطه واحده، غلطه واحده تضيع حياتك كلها. حلو. وده انا شفته وقابلته. يعني غلطه واحده بسذاجه، بوزة شيطان، بضعف، بصديق، ناس قريبه، بسوء حظ. غلطه واحده تضيع عمرك اللي جاي. اكتر حاجه مثلا نقول ان داليا بتخلي بالها منها دلوقتي، الناس اللي حواليا. تختاري تختاري الاشخاص اللي انا حواليكي. كان فيها عاده وحشه قوي يا مدام، بامانه والله. هتلاقي الكونتاكتس اللي عندي كلهم عارفين انا فين، بعمل ايه، مش فاهم. يعني اوبن قوي وبتكلم ده انا كذا، ده انا كذا، ده انا بقول للناس كل حاجه في اي وقت. ازاي قصدك داري على شمعتك تقيل؟ لا مش موضوع داري على شمعتك، انا مش لازم كل حاجه انت في حياتك تقولها بالتفاصيل. ما مش كل الناس اللي بتسمع منك بتحبك. انا ما اعرفش. مش كل الناس اللي مدياك ودانها هي فعلا بتسمع عشان بتحبك. صح. هي ممكن بتسمع عشان تأذيك. صح. بتسمع عشان لاسباب كتيره. انا مش بقول ان انا ما بقاش عندي ثقه في اشخاص او في ناس، بس نحطها في المعدل الطبيعي. لان انا الثقه الزياده بتقلب على صاحبها. مين اكتر حد يستحقها غير السوبر وومن؟ انت ايه؟ انت عارف. لا انا مش عارف. لا انت عارف. منين اعرف؟ ما تكذبش يا مدني، احنا قلنا اللقاء دوت ما فيهوش اي كذب. المجتمع النهارده دايما بيبقى غفور للرجل، ومبرراته للرجل كتيره جدا قوي. ومهما هو اخطأ ومهما هو عمل ومهما هو سوى، فدايما تلاقي سبورت للرجل في حته الغلط. لكن شويه المراه جايين عليها. مش شويه، كتير. قد ايه؟ مع ان الغلط غلط والصح صح. ربنا قال ان الغلط حتى في الحاجات الكبيره صح بيتعاقب عليها الست والراجل زي بعض 100%. صح. احنا ما بنعملش كده، بس عشان المرأة هنا أثمن من الرجل. مش مبرر. احنا كده بندي فرصة للرجل ان هو يعمل الغلط والست اوعي. انا مش بقول للست تعمل الغلط، ده مش كلامي. بس يعني لازم يبقى فيه، لازم ودن بتسمع وعقل بيوزن. انت لو بتعمل حاجة غلط، طب ما تصلح نفسك، مالكش دعوة بحد. صح. صلح نفسك، دور على نفسك. اكيد انت لو واقف قدام المرايه بتطلع القميص مش معدول، البنطلون مش معدول، انا شعري ايه، انا دقني ايه، صح 100%. طب ما تهتمش بالشكل، اهتم بالمضمون كمان. صلح غلطك. يعني اكيد انا فيا عيوب واكيد انت فيك عيوب، واكيد إن البشر كلنا بنغلط، مفيش حد ما بيغلطش. بس هو غطا الستر. غطا الستر لو اترفع محدش هيبص في وش التاني. صح. نصلح نفسنا ونخلينا في حالنا. داليا الأنثى فين حبها؟ ايه الحب بالنسبة لها وايه ذكائها في الحب؟ هي مش ذكية خالص. هي تلقائية برضه. أنا شايفة إن الحب حاجة حلوة. حلو. والبني آدم ما يقدرش يعيش من غير حب. أنا شايفة إن الحسابات في الحب ما بتجيبش نتيجة. يعني نظام 1+1 بيساوي إيه؟ ممكن يطلع 3 في الزمن اللي إحنا فيه ده. صح. ممكن يطلع 3. ممكن يبقى حد حاسبها إن أنا هتجوز فلان وهعيش مبسوطة، وتتجوز فلان وتعيش أتعس واحدة. ما بتتقاس، هي بتمشي النصيب والقدر. ومادام الناس اللي في حياتنا مشيوا يبقى ملناش نصيب فيهم. قلت لي هديتي وتهديتي، هديتي ليه وتهديتي ليه؟ اما بتحصل مشكله مره واحده بتخبط، يعني راسك بتتخبط كده، فانت بتحس ان انت دايخ، فلازم تقعد. فلما بتقعد بتهدى. ده اللي حصل لي. اتهديت بعد كده هديت. ودي هي حاجه صعبه بس ليها فوائد. ليها فوائد قدام.
انا بقيت اشوفها ان انا لو ما كنتش اتهديت كنت ممكن اعمل 1 2 3 4 وكان ممكن يحصل لي 5 6 7 8. يعني هو ما فيش حاجه بتحصل للبني ادم وحشه، كله بيحصل خير للبشر وخير للبني ادم. لو حاجه وحشه حصلت لك اعرف ان هي فيها خير. طبعا ربنا شال من عليك حاجه كانت ممكن تحصل قدام لو فضلت ماشي في نفس الطريق، حاجه اصعب. صح، لو رايتم ما في الغيب لرضيتم بالواقع. بالظبط. طيب حسيتي ان انت ترند لما هديتي ولا لما تهديتي؟ لما اتهديت. كان ايه شعورك؟ ايه ده؟ ايه الجبروت ده؟ ايه القسوه دي؟ انت لا فكرت في ام ولا فكرت في اب ولا فكرت في بنت ولا فكرت في حياه الشخص اللي انت بتتكلم عنه، الناس السيركل اللي حواليه. خلي بالك في حاجه مهمه قوي في الازمه اللي انا فيها دي، اللي بيتعذب مش الشخص، هو اهل الشخص كمان. اهل الشخص تعبانين، نفسيتهم تعبانه. انت متخيل ان انت من حد ممكن تقعد مع مامتك وباباك لحد قدامك وقت عشان تقعد وتمشي؟ اكيد الموضوع صعب على الطرفين، وشايفه ان الناس اللي بره بيبقى صعب عليهم الموضوع اكتر من اللي جوه، لان الموضوع تقيل مش سهل خالص. اكتر حاجه تمنيتيها؟ ان انا اصحى من الكابوس ده. كنت كاتبه، طبعا انت رجعت الايام زمان تكتب جوابات. اول جواب كتبتيه؟ انا مش عارفه انا فين وبعمل ايه واخرتها ايه. حاجه صعبه قوي ان انت مره واحده اتخطفت من العالم بتاعك. العالم بتاعك اللي هو اسهل حاجه انت ممكن تعملها في حياتك، والحاجات البديهيه بقت احلام ليك تعملها هناك. برضو ربنا لما بيدي البلاء او الازمه او حاجه بيبقى الشخص عنده القدره ان هو يستحملها. صح. فانا ربنا اداني القوه، فانا كانت قوتي هي الفتره دي ان انا اقدر اعدي، واكتشفت ان انا اقدر اتاقلم وان انا اقدر استحمل، وان انا لو اتحطيت انا تقريبا يعني دي اعلى مرحله، دي ليفل الوحش. انا شكرت ربنا وحمدت ربنا لان هو بص هو اللي كان قادر يثبت براءتي، وهو اللي قادر ان هو ينصفني. وبعد القضاء المصري بعد كده طلع براءتي. يعني مش معنى ان حصلت لك ازمه في حياتك وان انت وقعت معنى كده ان رصيد الستر بتاعك اترفع، لا لسه موجود. بس هو ربنا بيقول لك خلي بالك، اعدل طريقك، بص على اللي حواليك، بلاش تعمل حاجه يبقى اخرتها حاجه اسوأ بكتير من اللي انا كنت فيه. فانا كان هاممني ان انا اللي حواليا ما يتاذوش، بس اكيد اتاذوا. داليا بص للكاميرا وقولي لحد ظلمك تدي له رساله من غير ما تقولي اسمه. ده اللي ظلمني كتير. اكتر واحد ظلمك، حد ظلمك وحد انت ظلمتيه، ادي مسج للي ظلمك. بص انا اكيد في روايه احدهما ظلم. لو انا ظلمت حد انا بقول له انا اسفه على اي شعور انت حسيته بظلم او بقهر او باي حاجه، ومسامح كريم. اي حد بقى ظلمني احنا يوم القيامه. تيجي نلعب لعبه مع بعض؟ يلا. هنلعب لعبه اسمها كويك بيك. يلا بينا. الشهره حلوه بس راحه البال احلى. ايه مساوئ الشهره؟ لو وقعت كله بيذبح. حب حقيقي ولا نجاح؟ لا حب حقيقي طبعا. الصراحه ولا الدبلوماسيه؟ الدبلوماسيه. تسافري طول الوقت ولا تستقري طول الوقت؟ انا بيتوتيه جدا. تحبي البيت؟ جدا. الماضي يتصلح ولا المستقبل يتعرف؟ ولا ده ولا ده. مش عايز تصلحي حاجه في الماضي؟ لا. ولا تعرفي المستقبل؟ لا، لان انا اخطاء الماضي اتعلمت منها. اغلى حاجه عند الانسان الوقت، لان هو بيترجم بعمر. هتلاقي نفسك 3 في 5 في 7 في 10 بقى عندك 60 سنه، اتسرق عمرك. لو ادولك تاريخ وفاتك تحب انك تعرفيه؟ لا. داليا القديمه ولا داليا دلوقتي؟ لا داليا دلوقتي، والقديمه مش وحشه برضه، القديمه قوي مش القديمه نص نص. داليا اخر سؤال هختم. خايفه منك والله. تتوقعي ايه السؤال؟ اتوقع ايه السؤال في ايه؟ بما اني شرير قلت لي شرير قبل انا الحلقه. قبل اديتيني واحده كده قلت لي مدني انت شرير. حسيت منك كده فاهم. اصل في ناس من غير تصوير تبان لطيفه. همتك بقى بدأ يبان على حقيقته. انا حقيقي على فكره قدام وقبل وبعد ومن حقيقي في كل احوالي. بص انا السؤال اللي انا متوقعه مثلا ان انت تساله لي انا ليه اخترتك او ليه طلعت بالذات في البودكاست ده. حلو جميل، المهم ان انا اعرف علشان ايه السبب. انت مختلف. شكرا.
طريقتك، اسلوبك، انسان خلوق محترم، مريح الضيف، عاوز تسمع وعاوز تفهم اكتر ما انت عاوز تهاجم. مش عاوز تعمل لقطه وخلاص، مش عاوز تضر اللي قدامك، وده احساس حلو، ده يدي طمأنينة ان الضيف اللي قدامك قاعد مبسوط ومرتاح هو بيتكلم معاك ويقول لك ايه. فانا بقول لك جود لك، وانت من الاشخاص اللي بجد 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 انا مبسوطه ان انا اتعرفت عليك. انا اللي مبسوط جدا والله، وشكرا على كلامك الجميل ده بدون اي دبلوماسيه، ومش عشان احنا بنعمل حاجه مع بعض. وانت شاطره جدا ما شاء الله عليكي بجد، اتعلمت منك على فكره الفتره اللي فاتت دي. اتعلمت منك الهدوء ربنا يخليكي. دايما بؤمن بيكي كمذيعه، ربنا يخليكي. مذيعه، ولكن هي شاطره وقويه وكل حاجه، ولكن احنا اب داون في الدنيا دي. يس. في جميع الاحوال مفيش حد هيتفق علينا جميعا، كلنا بنغلط، كلنا بنقع، المهم ان احنا نقف بعد ما نقع. أكيد. الرسول صلى الله عليه وسلم اختلفوا عليه لما كان بيبقى فيه قرآن على اليوتيوب، بيبقى فيه ديسلايك على القرآن. قالوا عليه ان هو مجنون وان هو ساحر وان هو، فما بالك احنا بشر وفي دنيا. فمش ده المهم، المهم ان الحمد لله على السلامه وعودا حميدا، وان شاء الله داليا الاقوى جايه. ربنا يخليك. وان شاء الله نشوفك في حاجه قويه وحاجه جامده. وانا بتمنى لك كل التوفيق. ربنا يخليكي ويكسر الدنيا. مبسوط جدا ان انا يعني اتكلمت معاكي، مش حلقه، لا ان انا قعدت ادردش معاكي. وشكرا كل اللي موجودين، حجاج، شباب، بودز، ابرام، شكرا يا نجم، عاطف، حب كبير والله العظيم، وليد، عمر يا جماعه، توينزي، عمر، احمد، شكرا كتير، وعمرو عمرو مش موجود، وسامحونا لو طولنا عليكم يعني. شكرا. وبس كده. بس كده.